والكاتب بيقول إن رأيه الشخصي إن الموضوع محتاج تفصيل، يعني هو مؤمن فعلا بمبدأ محدودية القدرة البشرية، وإننا ساعات بنبالغ في تقدير قوتنا ونضغط نفسنا فوق طاقتنا، والنتيجة إحباط ويأس. لكن في نفس الوقت في ناس بتفهم الكلام ده غلط وتخليها حجة دايما للكسل والتقصير. الحقيقة إن الدراسات بتقول إن العقل البشري مرن، لما تحط لنفسك تحديات صغيرة وتعديها بتكبر وبتنضج وبتاخد مرونة أكتر. يعني فعلا قوة الإرادة محدودة، وكل ما الضغط يزيد إرادتك بتقل. لكن لو حولت المهام لتحديات صغيرة وقسمتها، وكل ما تنجز تحدي تنتقل للي بعده، وده هيبني عندك قوة وصبر. والموضوع كمان بيخليك ترتب أولوياتك، مش علشان قوة إرادتك محدودة تبقى تستسلم أو تقول أنا ضعيف. لأ، ابدأ دايما بالسهل ثم انتقل إلى الممكن، هتلاقي نفسك بتحقق المستحيل. وركز على حاجة أو اتنين بس. إحنا كبشر عندنا جوانب كتير محتاجة إصلاح، لكن وقتنا وطاقتنا محدودين. فالحل إنك تصلح جانب وتستنى لحد لما يبقى مستقر وسهل عليك، وبعدين تتنقل للي بعده، وتفضل ماشي على كده. طول ما أنت في طريق إصلاح نفسك أنت على خير، حتى لو اتأخرت. المهم إنك ما تسيبش الطريق،